أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ابتداء بهذه المناسبة العطرة أهنئ العالم الإسلامي أجمع بذكرى عيد الغدير الأغر، وأبعث التهاني والتبريكات وبالخصوص إلى بلدنا وشعبنا الشعب العراقي الأبي. وبهذه المناسبة ارتأى مركزنا مركز الجنوب الثقافي الإسلامي أن يقيم هذا المهرجان وهذا الكرنفال بحلة جديدة وبصمة جديدة تختلف عن المناسبات السابقة، وهي أن يكون هذا المهرجان بعنوان مهرجان الغدير الثقافي السنوي الدولي الأول للفرق الإنشادية بمشاركة بعض الدول الإسلامية. وسوف يقام هذا المهرجان على مدار 3 أيام، اليوم الأول في مركز المحافظة، واليوم الثاني في قضاء الزبير في مسجد وخطوة الإمام علي عليه السلام، واليوم الثالث في قضاء الشهداء قضاء المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك للأمة الإسلامية وللإنسانية جمعاء مولد عيد الغدير الأغر، مولد أو عيد الغدير، عيد الله الأكبر. بهذه المناسبة نحن اليوم ضيوف في محافظة البصرة الفيحاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نرفع أسمى آيات التهاني والتبريك إلى مقام سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. كما نرفع أسمى آيات التهاني والتبريك إلى مراجعنا الكرام وعلمائنا الأعلام وجميع المسلمين على وجه العموم، وشيعة أمير المؤمنين عليه السلام على وجه الخصوص، بذكرى تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله في عيد الغدير الأغر. حقيقة عيدنا في عيد الولاية كان عيدا مميزا هذا اليوم، حيث استضافنا الكثير من الأخوة من الأطياف، من بقية الأطياف، من الأديان والطوائف. استضافنا اليوم الأخوة السابق المندائيون من محافظة البصرة. احنا اليوم جينا كفريق طوعي حتى نشرف او ننظم هذا المهرجان، فريق كايزن تطوعي. الحمد لله وشكر قدرنا انه نقلل من الاخفاقات اللي ممكن تصير باي مهرجان، وان شاء الله نكون قد وفقنا ولو بقليل. علي المهدي، اعلان فريق كايزن تطوعي. العمل المأجور المستحب، اخيتك في الله وصافحتك في الله واصدقت عنك جميع حقوق الاخوه. شارك فريق البصرة عزوتي في تنظيم وتشريف مهرجان عيد الغدير.